عندي 24 سنة. درست بيزنس في ليدز ودرست تمثيل في لندن بس، واخدت بقى ورك شوبس يعني كتيرة، يعني مع مدرب امريكاني، مدرب روسي، في حد في مصر هنا احمد نديم. اول حاجة خالص مثلت فيها كانت في اخر 2016 اول 2017، كان مسلسل اسمه سيف على نتفليكس مع مايكل هول. كنت مينلي رايح عشان عايز اشوف الناس دي بتشتغل ازاي اون سات، وممثلين بيشتغلوا ازاي، وبرودكشن نتفليكس كمان دي حاجة كبيرة قوي يعني، فكنت عايز اروح عشان اتعلم. Algo que se aprende en mi oficio es que nadie conoce a nadie, de verdad. عملت الاختيار 2 السنة اللي فاتت، وعملت بين السماء والارض. في الاختيار كنت عامل دور جمال، واحد من الجماعه الارهابيين الشباب يعني اللي فجروا جامعه القاهره عشان هو تشالنج وتحدي يعني كبير قوي برضو بالنسبه لي ان انا اعمل حاجه زي دي، لان ايه الدوافع بتاعتهم ان هم يعملوا الحاجات دي يعني. انا شخصيا عمري ما هبرر اي حاجه من الحاجات اللي هم عملوها يعني، واللي لسه بتحصل لحد النهارده. دوري في بين السماء والارض كنت عامل دور بليغ ابن احمد بدير. كان دور لذيذ قوي يعني، دور بقى مختلف تماما عن الاختيار. ان المفروض ان انا ببيع بابايا في اخر المسلسل خالص، وهو بيموت اول لما انا بسلم ورق المكتبه. ويتفرج على المسلسل هيبقى فاهم يعني انا ليه عملت كده في الاخر، ليه بعت المكتبه في الاخر. احنا بنلعب ماتش صعب، لازم نكون جاهزين برد مقنع. دوري في المشوار كنت بعمل شخصيه ادم، ولد محترم جدا، بيحب اهله جدا، وفي علاقة صداقة قوية قوي بتربطه بورد اللي هي دينا الشربيني في المسلسل، وعمره ما كان له في مشاكل خالص، وفجأة بيلاقي نفسه بيتورط في مشاوير بقى معاه. بس يمكن مساحة الدور بتاعي السنة دي سمحت لي ان انا افهم الشخصية دي اكتر واتعايش معاها وقت اطول وكده. عايز تقول ايه؟ مالك؟ كمال يا مرات وجيه وعدتنا ب1,000,000 جنيه لو دليناها عليكي، بس احنا رفضنا. كنت في ورشة تمثيل بجد، ولقيت رقم بيكلمني بيقول لي احنا بنعمل اوديشن لاعلان كبير قوي، حتى ما كنتش عارف ايه الاعلان. فروحت اليوم اللي بعده مش عارف ايه الاعلان، دخلت قعدت مع مساعدة المخرج يعني، عملت معاها اوديشن، وبعدين كلموني بعدها بيومين قالوا لي استاذ مروان حامد عايز يقابلك. رحت قابلت استاذ مروان حامد، وبعدها كلمني بعدها بيومين وقالوا لي انت جالك الدور يعني. الفايب كانت حلوه قوي، الناس كانت حابه الشغل اللي هم بيعملوه قوي، ردود الافعال بتاعت الناس حقيقي بسطتني قوي، وحسيت ان انا عايز اعمل حاجه زي دي تاني يعني، عايز اعمل فيلم او مسلسل، حاجه في الاتجاه ده بجد.